مبسوطة جدا من آخر فيديوهين عملتهم عن الانفلونسر والبلوجر، واللي أنا قدرت أثر فيهم وقدرت اللي هو أحرك جواهم فكرة اللي يكون ليهم محتوى. وده كان مهم جدا، فكرة اللي انت تبدأ تتفرج على الانستجرام وتلاقي حاجات فيها محتوى ومحتوى يكون فيه فاليو عند الانفلونسر والبلوجر. دي حاجة بسطاني جدا، ما بلاقيش علامة الهاشتاج والتاج البراند، يعني مفيش اعلانات. عايزة اقول لكم حاجة، لو انتي انفلونسر او بلوجر فما تتكسفيش اللي انتي تبداي تبعتي للشركات وتعرفيهم عليكي، مش حاجه غلط. احنا كنا زمان بنبعت الايميلات لان احنا كنا بنتكلم عن بروجكت معين، لكن دلوقتي انا عايزه ماركت لصفحتي، فبالتالي ببعت من صفحتي للشركات، ابدا اعرفهم عليا وابدا اعرفهم انا بعمل ايه، فتبدا الشركات تدخل تبص على الصفحه وتشوف البايو بتاعك. فمهم جدا تكوني مظبطه البايو بتاعك ومظبطه الايدنتي بتاع صفحتك، يعني ما تكونيش بتتكلمي عن الفود وتروحي تبعتي لشركات سكين كير اللي انت عايزه تعملي معاها كولابريشن. ما يجيش خالص يا جماعه، لازم نعرف الفيلد اللي احنا فيه ونتجه عليه ونبدا نخاطب الشركات. مش عيب خالص يا جماعه، على فكره دي صفحتي زي الايميل زمان بالظبط. وبكده نكون وصلنا للنقطة اللي أنا كنت عايزة أوصلها للناس، وكده عرفت اللي فيه فاليو حقيقي حصل من الفيديوهين السابقين، وعشان كده هبدأ أعمل لكم مجموعة فيديوهات للإنفلونسر والبلوجر.